كفتة الرز دي من الحاجات اللي فعلًا لو اتعملت صح بتبقى أجمل أكلة ممكن تاكلوها، هاوريكم النهارده إزاي تعملوها بطريقة سهلة جدًا، وهاقول لِك كمان إيه اللي تحطيه فيها تضمني إن هي ما تفكش معاكِ خالص. أول حاجة بنجيب نُص كيلو لحمة عليهم ربع كيلو رز، يعني كوباية رز كده، يعني الرز نُص اللحمة، نُص لحمة ربع رز. بنحط الرز شوية ينقع لمدة 10 دقايق بس مش أكتر، وبعد كده باخده باصفيه في مصفى واسيبه بقى ينشف شوية ويتخلص من المَيّة اللي هي فيه. بنفرده كده ونسيبه في الهوا لغاية ما المَيّة بتاعته تتصفى خالص وينشف مننا، يبقى معانا ناشف بالشكل ده كده. باخده بقى باطحنه كويس في الخلاط وبيطلع معايا دقيق رز زي ما أنتم شايفين كده. هاجيب بقى الخضرة بتاعتي، أنا باخد من كل حاجة عودين بس مش أكتر، يعني عودين شبت، عودين كزبرة، عودين بقدونس، توم مفروم، فلفل، بصل. باحب أقطّع كل حاجة الأول قبل ما أحطها في الكبة، علشان خاطر أضمن إن هي تتفرم معايا كويس، وما يبقاش في حتت سليمة ما اتفرمتش، لإن مهما الكبة شغّلتيها برضه بتلاقي حاجات كده لو أنتِ حاطاها سليمة لسه ما اتفرمتش. هاحط بقى كل الحاجات المكونات بتاعتي وأحط التوابل، نعناع ناشف، كزبرة، فلفل، كمون، ملح. النعناع الناشف من الحاجات الحلوة أوي على الكفتة. المكون بقى السري اللي مش هيخلّي الكفتة تفُك منِّك أوي، اللي إحنا حطيناه دلوقتي وهي معلقة النشا. معلقة النشا دي هتخلّي الكفتة تبقى جامدة معاكِ، ومهما حطيتيها في الصلصة عمرها ما هتفُك. هاحط بقى اللحمة بتاعتنا كمان وأقلّب كل المكونات وآخُدها أفرمها في الكَبّة أو في الخلاط لغاية ما تنعم معايا. بُصّوا ما بتلزقش في الإيد من غير زيت ولا أي حاجة. أسيبها ترتاح في التلاجة نُص ساعة وده مهم جدًا عشان برضه ما تفُكِّش منِّك. على بقى ما ترتاح شوية هاعمل الصلصة بتاعتها. نحط زبدة وزيت وعليها شوية بصل مبشورين، ونحط كمان عليهم معلقة من التوم، ونشوّح كل ده مع بعضه، وبعد كده أضيف لها الصلصة. تحطي صلصة على عصير طماطم، يعني طماطم مع صلصة الاتنين مع بعض، نحطهم ونسيبهم بقى يتسبكوا بالراحة كده على نار هادية. وبنحط نفس المكونات نفس التوابل اللي حطيناها على الكفتة، الكزبرة والكمون والفلفل الأسود والملح وشوية شطة لو حبيتِ، ومعلقة سكر طبعًا عشان الطماطم، ونسيبها بقى تتسبك على نار هادية كده. على ما بتتسبك بناخد الكفتة بتاعتنا بنصبّعها، ومن عوامل نجاح الكفتة اللي ممكن تحسي بيها في الأول خالص إن هي ما تلزقش في إيدِك كده. طب لو لقيتيها طرية وبتلزق حطي لها معلقة نشا كمان وسيبيها ترتاح شوية وبعد كده صبّعيها بالشكل ده. آخد بقى الكفتة بتاعتي في الزيت وأحمّرها، ابتدي أحمّرها، ودي طبعًا أحلى لحظة كلنا عشناها وإحنا صغيرين، هي تحمير الكفتة، إن إحنا ناكلها وهي سخنة كده ولسه طالعة من على النار. باخد بقى الكفتة أحمّرها، أهم حاجة حمّريها كويس عشان ما تفُكِّش منِّك في الصلصة. في ناس بتحب تاكلها متحمّرة كده، وفي ناس بتحط لها شوية شوربة وخلاص بعد ما تتحمّر، وفي ناس بتحب تحطها في الصلصة. في كل الأحوال هي بتبقى تحفة. الصلصة بتاعتنا بقى اتسبكت، باخد الكفتة أنا من عادتي إن أنا باحط على قد الأكل، يعني مثلًا لو مش كلنا هناكل وحد عايز ياكل بس باحط له على قدّه كده الأول في الصلصة وما احطش كفتة كلها. بعد كده خلاص دي كده الكفتة بقى بتاعتنا لمّا استوت، طبعًا مش عايزة أقول لكم بقى على الريحة وعلى الطعم، وقد إيه الكفتة بتاعتي كانت جامدة ومتماسكة وما بتفكش خالص، يعني وأنتِ بتقطعيها بتقطم، مش بتتهري منِّك، بتقطم بالشكل ده كده. دي كده بقى كانت الكفتة بتاعتنا النهارده، وده كانت الوصفة، يا رب تكون عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.